اخترتها عرفت سعرها، قول له انا جاي لك بكره ابعت لي اللوكيشن. يبقى كده السعر قايله لك وانت شرفته وجيت اتعاقدت، يبقى الشغل كده تمام. انما في ناس تانية بتسألني الغرفة قبلها بشهرين ويجي يقول لي انا جاي عاوز الأوضة، طب انت حجزتها؟ لا ما حجزتها. طب هنحجزها مع بعض، يقول لي انا جاي اشتغل. طب هتيجي تشتري ازاي وانت اصلا ما ربطتش معايا بعربون بسيط؟ يبقى اوضتك تيجي في اي وقت تلاقيها. انا بس بوضح عشان في ناس كتير برضو بتبقى بتتفرج ومش عارفة الدنيا ماشية ازاي. ودي ترابيزة مكونة من 6 كرسي زي ما انتم شايفين، فكرتها جميلة جدا، معمولة للمساحات الصغيرة. 6 كرسي خشب زان ومعاه درج وبتتفتح وتتقفل، تقدر تستخدمها في المساحات الصغيرة. ترابيزة كلها خشب طبيعي. تمام. أهم حاجة تقولوا لنا رأيكم وتصلوا بينا على النبي، عشان كل يوم بنحاول نوريكم حاجات جديدة في معرض سمير الشناوي في دمياط. ولو انت بتحب الشغل الكلاسيك احنا برضو موجود، بس المودرن هو اكتر الايام دي، بس احنا بنحاول نوريك بعض الاشكال. الشغل الكلاسيك اللي هو شغل اللي يعتبر فيه شغل حفر يدوي كتير، يعني شوف الصالون كنب كبير، شغل معمول فيه خشب زان كتير، فبيبقى تكلفته عالية. تمام. يعني كل ده شغل خشب زان. عامة الصالونات بتبقى كلها خشب زان. عامة الصالونات 100% بتبقى كلها خشب زان، عشان القيمة والحفر ده ما ينفعش يتعمل إلا في خشب زان. تمام. الدوران والشغل ده واللي انت شايفه ده كله قدامك لازم يبقى خشب زان أحمر درجة أولى. تمام. ما إنما في شغل تاني بيبقى زان أبيض وزان شجر وكلام من ده، بيبقى الطقم بقى باين عليه، يعني تلاقي قيمته مش حلوة والحفر بتاعه مش حلو. ده بيبقى شغل تاني بقى، ممكن تجيب صالون ب20 ب15. ده شغل وده شغل، إنما الشغل التقيل بيبان عليه من غير نجار ومن غير حد يقول لك ده تقيل وده خفيف. يعني أوضة زي اللي قدامكم دي حد ينفع يقول عليها إنها أوضة خفيفة؟ ما هي بتتكلم عن نفسها بتقول لك انا اوضه تقيله، اوضه غاليه، معمول فيها شغل على اعلى مستوى. ده اللي بنتكلم فيه. انما ساعات في نجار يجي بيبقى الزبون مسلم له دماغه، يعني عشان برضو النجار بيبقى ليه اهداف، برضو بيبقى نازل عاوز يطلع له عمولة من معرض معين. فالزبون يقول له ايه رايك في الاوضه؟ يقول له وحش، خلاص يبقى هي وحش. ما انت لازم يبقى ليك نظرة.